عارف يعني ايه تمثال من الذهب الخالص عمره اكتر من 3000 سنة يتباع بتمن سندوتش؟ دي مش نكتة، دي حكاية اغرب من الخيال حصلت في الاقصر. بطلها مزارع بسيط وعالم الاثار الشهير هوارد كارتر. الحكاية بدأت لما المزارع لقى تمثال صغير للإله آمون وزنه قريب من الكيلو ذهب الخالص، وباعه لكارتر مقابل جنيه واحد بس. المزارع وقتها ما كانش مدرك انه ماسك في ايده كنز ملوش تمن، وكارتر اللي كان نفسه طويل في التنقيب عرف انه لقى لقطة العمر وخد القطعة اللي بتجسد رمز القوة والخصوبة عند الفراعنة. وكارتر أهدى التمثال للورد كارنرفون الممول لرحلاته، وفضل التمثال مستخبي مع عائلة اللورد سنين طويلة لحد ما ظهر فجأة في مزاد عالمي سنة 1983. الصدمة كانت في الرقم، التمثال اتباع ب 83 مليون دولار. وقتها الدنيا اتقلبت، ازاي قطعة بالحجم ده تكسر الأرقام القياسية دي؟ حاليا التمثال منور في متحف المتروبوليتان بنيويورك، وبقى قطعة أساسية بيجي لها السياح من كل دول العالم. والخبراء بيقولوا إن قيمته النهاردة ممكن تتخطى ال 500 مليون دولار، يعني نص مليار دولار بالتمام والكمال. قصة تمثال آمون هي واحدة من آلاف الحكايات لآثار مصر اللي خرجت في وقت ما كانش فيه رقابة ولا وعي كافي بقيمة التاريخ، لكنها بتفضل شاهدة على عظمة الحضارة المصرية، وبتفكرنا إن كنوزنا اللي خرجت بمبالغ زهيدة بقت النهاردة هي الأغلى والأقيم في أكبر متاحف العالم، في وقت بتحاول فيه الدولة بكل جهدها تسترد كل قطعة خرجت من غير وجه حق علشان ترجع لبيتها الأصلي.